يا مساء الفل عليكم جميعًا. فيديو النهارده مش هيكون فيديو معلوماتي أوي، مش هيكون فيه أخبار، ولكن هو فيه استفسارات لبعض الحاجات اللي أنا شُفتها أو لاحظتها ومش لاقي لها تفسير. يعني أنا مش فاهم إيه اللي حصل، مش فاهم إيه اللي بيحصل، مش فاهم إيه اللي بيدور، وبيني وبينكم يعني مش قادر بصراحة ربنا يعني إن مُخّي يلسع لوحده. يعني أنا فيوزات مُخّي بدأت تضرب وما بقيتش مستحمل يعني أو مش فاهم إيه اللي بيحصل. فأنا هاقول لكم اللي عندي وأنتم اللي عنده تفسير اللي هاقوله يا ريت يبقى يقول لي عليه. أول حاجة مش قادر أفهمها ومش قادر أستوعبها، فكرة اللعيبة اللي تروح الأهلي والزمالك، يعني بُص ما تبقاش شايفة قدّامها، مش شايفة قدّامها فعلًا، في الملعب مش قادرة وفي التمرين مش قادرة وإصابات تطلع فرق تاني برّه، بسم الله ما شاء الله بلغة الكورة بيطلّع نار من بُقّه. أكبر دليل أو اللي خلّاني لاحظت الكلام ده عمر الساعي وصلاح محسن في المصري. الاتنين عاملين موسم هايل جدًا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنهم الإصابات ويكمّلوا مشوارهم، وعاملين مساهمات تهديفية عالية في المصري، وأحد أسلحة النادي المصري الموسم ده، رغم إن هُم في الأهلي صلاح محسن ده نسي الكورة في الأهلي، كان إصابات، يروح أي فرقة غير الأهلي بسم الله ما شاء الله يتألق، سموحة يتألق، في إنبي كان متألق، في المصري متألق، بسم الله ما شاء الله. وفي سيراميكا برضه يعني قدّم موسم كويس أو موسمين كويسين، نفس الكلام عمر الساعي. عمر الساعي في الإسماعيلي كان مكسّر الدنيا، جه الأهلي أنا آسف في اللفظ، ربّى كرش من القعدة على الدكة، يعني خلاص ده بقى مش نسي الكورة، ده فعلًا كان نسي الجري، كان نسي شكل الملعب، كان خلاص كان حتى بينزل الملعب فاقد ثقته في نفسه. النهارده في ماتش المصري والمحلة، يعني بصراحة الفترة اللي لعبها كان بيقدّم لمسات فنان. كرة على الطاير ياخدها، كرة من مرّة واحدة ياخدها، كرة يشوط بالشمال، كرة يشوط باليمين، بالهيد، بيرفع، بينيات، كان خارب الدنيا النهارده. صلاح محسن ماتش الزمالك كان مكسّر الدنيا رغم الهزيمة، بس كان هو مصدر الخطورة أو أحد مصادر الخطورة المهمة للمصري. في ماتش المحلة جاب جون وكان برضه أحد مصادر الخطورة وعمل كذا كورة وكورة في العارضة طيب مصطفى فتحي كان في الزمالك كده ولمّا راح بيراميدز كسّر الدنيا. ناس كتير بالمنظر ده. هنا السبب فين؟ يعني أنا مش لاقي لها تفسير. في ناس تقول لك أصل التيشيرت، أصل الجمهور. طب ما هو مثلًا يعني بيلعب في المصري نادي جماهيري، بيلعب في الإسماعيلي نادي جماهيري مش نادي صغير. طيب إيه الفرق بقى بين هنا وهنا؟ ده أنا مش قادر أفسّرها، لو حد عنده تفسير يرُد عليّا فيه. تاني حاجة عايز أتكلّم فيها، أنا باهنّي الكابتن حسين لبيب وباقول له الحمد لله على السلامة من الوعكة الصحية. أنا شُفت له صور هو والدكتور حسام المندوه في إعادة افتتاح وتجديد إحدى حدائق النادي أو الجناين بتاعة النادي، اللي هي تم افتتاحها وتجديدها 5.000.000 مرّة في عهد مجلس المستشار مرتضى منصور. مش فاهم يعني بصراحة ربنا يعني آآ زي ما الناس سمعت كده، هو تجديد إحدى حدائق فرع ميت عقبة، مش فرع أكتوبر، مش أرض أكتوبر. مش توفير ملتزمات النادي ومتطلبات النادي، مش الجنينة دي مش هتدخّل موارد للنادي، في مشاكل كتير وحاجات كتير أكبر من إن يتم إعادة تجديد وافتتاح جناين تم افتتاحها 5.000.000 مرّة. هي بصراحة فكرة المفروض نقول إن هي برّه الصندوق، يعني المفروض لمّا المجلس ده جه كل أفكاره تبقى برّه الصندوق. ولكن الفكرة دي من جوّه الصندوق لجوّه الصندوق، يعني هو الlevel بتاع الcreative عِلي شوية. أنا مش شايف إن في أي سبب بصراحة أو أي مُبرر إن أصرف جنيه على آآ تجديد حديقة النادي، وفي التزامات لعيبة وفي التزامات فِرَق وفي التزامات نادي وفي ديون برّه وديون جوّه وفي أرض النادي فالكابتن حسين لبيب الحمد لله على السلامة، دكتور حسام مندوه مجهود مشكور طبعًا. ولكن أنا أعتقد إن النادي محتاج حاجات أهم من كده بكتير، أهم من إعادة آآ اسمها إعادة إيه مش عارف يعني إعادة افتتاح اللي بيفتتح، يعني إعادة تجديد التجديد وافتتاح الافتتاح وإعادة الدنيا
إن الدنيا محتاجة، الزمالك محتاج الأهم من كده بكتير على فكرة. بمناسبة الفلوس والزمالك، يعني جون إدوارد والله أنا مشفق عليه في حاجات كتير. هو قدر إن هو يوفر مكافأة شهرين سوري ماتشين للعيبة قبل ماتش الإسماعيلي. هو وعد اللعيبة بناء على وعد من الإدارة هنوفر جزء من المستحقات المتأخرة من مرتبات ومقدمات العقود، هنوفر جزء منها قبل ماتش الإسماعيلي. الكلام ده ما حصلش، مفيش حاجة اتوفرت، فتم توفير مكافأة ماتشين. يعني ترضية اللعيبة في فلوس جت، أي حاجة زي ما بيقولوا نوايا تسند الزير، أي قرشين مشي بيهم حالك لحد أهي دفعة معنوية كويسة قبل ماتش الإسماعيلي، خطوة كويسة. والله يكون في عون الإدارة، والله يكون في عون جون إدوارد، والله يكون في عون اللعيبة. الأزمة المالية والأزمات المالية اللي في الزمالك كبيرة وأهم بكتير من إعادة تجديد حديقة في النادي. مش مفهمتش الموضوع ده برضو، يعني إيه سببه دلوقتي وإيه أهميته دلوقتي ما فهمتهاش، فلو حد عنده تفسير يبقى يقول لي عليه. الحاجة التانية اللي أنا علامة استفهام بقى كبيرة كبيرة كبيرة، فجأة وبدون أي مقدمات برضو ظهرت علينا تصريحات كابتن آدم وطني وكيل الأعمال اللاعبين ووكيل إمام عاشور بيهاجم الأهلي وبيقول إن الأهلي كده كده هو اللي هيلجأ لي وهو اللي هيتكلم معايا وهو اللي هيعوزني في التجديد بتاع إمام وهو. طب أنت طالع دلوقتي تقول الكلام ده ليه؟ إمام ربنا يشفيه عنده وعكة صحية كبيرة، هيغيب فترة كبيرة عن الملاعب، طالع من إصابة كبيرة، بقاله من كأس العالم للأندية ما لمسش كورة غير 10 دقايق بتوع الماتش اللي فات، وتعب تاني هو هيغيب تاني. أنت بتنكش في الكلام ده ليه؟ إلا إذا إمام كان قال لك انكش بقى في الملف ده عشان خاطر رد على قرار إدارة الأهلي بتجميد ملف تعديل عقد إمام عاشور ومساواته بزيزو وتريزيجيه لحين تحسن النتائج. فده التفسير الوحيد اللي أنا شايفه لتصريحاتك أو لوقت توقيت التصريحات بتاعة كابتن آدم وطني. الأغرب إن في موقع يلا كورة لقيت تصريحات لمصدر في الأهلي بيرد على تصريحات آدم وطني. في حاجة غلط في الأهلي في الفترة دي. الأهلي مش متعودين منه إن هو يطلع يرد على تصريحات وكيل وعلى وتصريحات قال لك إيه عقد إمام فيه سنتين وفيه. طب لما أنت واثق في كلامك، طب أنت زعلان ليه؟ أو بترد ليه؟ يعني أنت دخلت نفسك في خناقة أو في معركة تصريحات بوم 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 من الطرفين. التصريحات دي أو المعركة دي هي دي اللي عايز اللاعب والوكيل يسحبوا الأهلي ليها، في الوقت اللي الأهلي أصلا كفرقة كورة وكإدارة مش ستيبل. الوضع مش متزن، لا نتائج ولا مستوى والكابتن الخطيب هيتنحى، لا هيكمل، هيخش انتخابات مش هيخش انتخابات جمعية عمومية، لائحة. يعني مش وقته الخناقة دي، أنا مش شايف إن هي مش وقتها. فلو حد عنده تفسير اللي بيحصل ده يرد عليه. من ضمن المشاكل، مش المشاكل، الحاجات برضو اللي أنا أو آخر حاجة أنا برضو ما فهمتهاش أو يعني بتمناها. أنا مش مضطر كمشاهد بتفرج على ماتش إن أنا أتفرج على إعلان للعيبة. أنا آسف، تلات أرباع لعيبة الكورة ما بتعرفش تمثل ولا تعمل إعلانات. الإعلان ده إعلانات دمها تقيل، إعلانات مش حلوة، ما بتعرفوش تمثلوا، ما بتعرفوش. ماشي أنا عارف إن هي طردية وفلوس ضمن عقود طب إيه رأيك؟ إيه رأيك أنت لعيب وأنت بتعمل عقد جديد تقول أنا آخد بونص لو لميت الكور، آخد بونص لو جبت جون، آخد بونص لو مشيت جنب الملعب. حط اللي أنت عايزه ووصل للرقم اللي أنت عايزه، بس مش لازم تفرض عليا أنا كمشاهد إن أنا أتفرج على حد مش بيعرف يمثل ولا بيعرف يعمل إعلانات ومش شغلته، فأنا أتفرج عليه لمجرد إن أنت بتراضيه ماديا أو ماليا. أعتقد دي هتبقى دعاية سلبية للشركات. يعني مش كل اللعيبة بتعرف تمثل ولا كل اللعيبة بتعرف تعمل إعلانات ولا دمها خفيف على الشاشة ولا دنيتها كويسة. لو في حد متفق معايا في الرأي برضو يقول لي، حد مختلف معايا يقول لي يمكن أنا وجهة نظري غلط، يمكن الإعلانات دمها تقيل على قلب أنا بس، يمكن، مش عارف. كده أنا خلصت كلامي، واللي عنده تفسير للحاجات دي يا ريت يرد عليا. وسلام.
السلام عليكم.